السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الكلام نحمد ربنا حمدا كثيرا وفيرا طيبا مباركا فيه على كل نعمة ربنا اداها لنا، الحمد لله والشكر لله، والصلاة على نبينا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا رب الفيديو النهارده يعجبكم وينال رضاكم وتقطعوا منه بأي حاجة. انا هم بتوعي في قلبهم شجاير فجأة على ما تعرفني في قلبها شجاير فجأة. الرحمن الرحيم. دي ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، اللهم بارك. دي حليب وعمل له لبن رايب اللي هو قطع، سيبناه يروب عشان هنعمل منه جبنة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله للبلاط. فطبعا هو كان حليب وسيبناه وجشطنا منه القشطة اهي، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. مش هيتحط كده، هيتحط بقى نولع البوتاجاز وهيبقى سهل، وهوريكم بعد. لازم يسخن في الشتاء بالذات، لازم يسخن، وفي الصيف مثلا هتعملها للبلاص لازم تسخني اللبن. بعد ما اللبن دفي وحسينا ان الشرش فصل عن اللبن كده، يا دوبك 5 دقايق بس، ما تكتريش عشان ما يقطعش. دلوقتي اللبن في عزه، هنجيب حله ونحطها في الحوض عشان احط عليها الحصيره، عشان انا محتاجه. لو ما عندكيش حصيره ممكن تستخدمي شاش. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وهنحط اللبن عشان الشرش اللي هينزل مش هرميه، هستخدمه. حطينا اللبن زي ما انتم شايفين كده اهو. وطبعا نسقط في الحله الشرش ده حلو، بتستخدميه ما ترموهوش على فكره، وعلاج يعني شربه علاج اهو. نبدأ بقى نوزع. هنحط الملح اهو طبعا مش بحط كده، ده يعني على كمية اللبن ما بتحتاجش ملح عشان ما تبقاش حادقة جوه. وهسيبها بقى في سخن. انا هملكها كده، يعني هعملها اوزع اللبن الرايب اهو عشان تبقى الحته ما شاء الله يعني صغيره. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنعلقها بقى اهو. علقناها والشرش بنزلها 2 3 وهنقطعها اهو. نبدأ بقى تتقطع كده بالسكين. انا حطيت الجبنه القريش اهي. متماسكه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اتقطعت اهي ما شاء الله ولا قوه الا بالله، وحطيتها في العلبه ما شاء الله ولا قوه الا بالله. طبعا مش بتحط كده في البلاص، بترش عليها ملح وتتعان لحد ما بتنشف وننزل شرشها اكتر واكتر. بسم الله ما شاء الله. تسخن عامله الجبنه على ما تتحط في البلاص عايزه حلقات مش حلقه واحده. طبعا بعد ما رششنا الملح حته الجبنه بقت يعني زي جبنه تستحمل. نبدا بقى بعد ما فرغنا البلاص وصفينا النشا، نبدا بقى واحده واحده كده بترص في البلاص. زي ما انتم شايفين بتقطعها وتحط عليها ملح وتسرط من ناشف. انا زي ما بقول لكم كده مش هينفع حاجه البلاص، جبنه البلاص على حلقه واحده. ان شاء الله لو تابعتيني هتعرفوا كل حاجه.
تنسيش اللايك والشير واشتراككم في القناه يوصلك كل جديد مهارات. ما ينفعش تحط الجبنه الا لما تخلي البلاص بالنش، وبعد ما تخليه ترص الجبنه زي ما انتم شايفين كده بالراحه كده، حته بحته كده لحد ما ما تتمل. بعدين نضيف المش، وبعدين المش بقى يتصب عليه. بسم الله ما شاء الله. وده هنعبيه بقى في البلاص. بعد ما عبينا الجبنه هنحطه بقى على البلاص بالراحه كده.